القياس مقارنة القيمة المطلوب قياسها بوحدة متفق عليها. طيب ايه أهمية دراسة أدوات القياس للمهن الهندسية؟ حسن استخدامها يؤدي إلى جودة ودقة الإنتاج، توفير الوقت اللازم لإجراء عملية القياس، إدخال بعض التعديلات لتطويرها، وضع أساس دقيق للإنتاج. طيب صيانتها، استعمال المسطرة الصلب في فك أو ربط المسامير، ده شيء غلط لأن هي مش مفك. استخدام أحد طرفي برجل التقسيم في رسم الخطوط بدلا من قلم الشنقرة، ده شيء مخالف. عدم استعمال الزاوية القائمة الصلب بدلا من المطرقة، عدم إخراج الرايش أو الشحومات من الثقوب بواسطة المسطرة الصلب أو طرف البرجل أو قلم الشنقرة، عدم وضع الأدوات فوق بعضها في درج التسجة، عدم إسقاط الأدوات على سطح صلدة، عدم استخدام أدوات القياس والماكينات دايرة، عدم زيادة الضغط على أطراف القياس، درجة الحرارة بتاع الورشة تكون 20 درجة. تحفظ أدوات القياس بأن تغطى بطبقة من الزيت أو الشحم للوقاية من الصدأ، ده في حالة عدم الاستعمال لفترة. يداوم على تنظيفها بعد ما خلصنا شغل، نشيل الرايش والأتربة. تحفظ بعيدا عن مصادر الحرارة، درجة الحرارة تكون، عشان احنا عارفين ان المواد المعدنية بتتمدد وتنكمش حسب درجة الحرارة. عندنا مجموعة من الأدوات البسيطة المعروفة لكل شخص، اللي هي المساطر الصلب، اللي منها رفيعة بحافة جانبية وبحافة ارتكاز وهكذا. دي مسطرة بماسك، يعني بتغير لها أنواع القياسات، ومسطرة بشطف. ادي عندنا هنا براجل، دي شوكة شنكرة تشبه البرجل اللي بننقل بيه القياس غير المباشر. بداية الأجهزة الدقيقة بتبدأ بالقدمة ذات الورنية اللي هو البوكوليز. البوكليز بيستخدم في القياس الخارجي والداخلي والأعماق، فكين ومسطرة وورانية، وحسب دقة الورانية بتبقى دقة البوكليز. وفي بوكليز أو قدمة ذات ورانية لقياس الأعماق. والارتفاعات. نبص مع بعض كده لبعض القراءات. ده 9 بعديها الصفر القياس، يبقى 9 صحيح، 9 سنتي اللي هي 90 ملي. ونعد كده ونشوف انهي خط متطابق، هنلاقي الخط رقم 7، ودي دقة 1/10، يبقى 97/10. قبل 70 يبقى 69، والتلات شرط يبقى 69 و3. 15 قبل 15 ب5، الزيرو اهو، يبقى 145، والشرطة التاسعة بتنطبق 45 و9 ملي. 76 و5. دي أمثلة لبعض
القراءات. طيب لو ورانية بتقرأ بدقة 5%، هو خد 19 قسم قسمهم على 20 اداني 95، فرقهم 5%. يبقى أي شرطة تنطبق هنضربها في 5%. ناخد مثال. 19 مليمتر من التدريج الرئيسي اتقسموا ل20، تبقى اسمها ورانية دقتها 5%. هنا كده ادي 5 صحيح و5 تبقى 55. شرطة 2 3 4 5 6 7 تنطبق، اضربها في 5% تديني 35. يبقى 55 و35. الورانية اللي دقتها 2%، خد القسم قسمه على 50، تبقى 2%. 49 قسم قسمهم على 50، فرقهم 2%. يبقى أي قراءة صحيحة تبقى آخد أشوف الصفر الرئيسي كام. كده خد 50 قسم قسمهم على 49. يبقى أي شرطة تنطبق أضربها في 2%. والفيديو القادم نشوف الميكرومترات.